النهاردة بقى أكلتنا خطيرة جدا، مفيش أسرع منها في الدنيا. هنجيب معانا فرخة أو وراك أو صدور، أي حاجة أيا كان انتوا بتحبوها، وهنقطعها كده نعمل فيها فتحات طبعا بعد ما نكون غسلناها حلو جدا. وبعدين هنبدأ نرش عليها ملح، فلفل أسمر، رشة حلوة قوي من الكركم، وهندعكم فيها كده من كل الاتجاهات، من فوق ومن تحت وتحت الجلد وكله تمام زي ما احنا شايفين. وبعدين هنحط عليهم برضو معلقة من الزبدة، ندهنهم بمعلقة من الزبدة في الاخر خالص عشان تديهم تحميرة حلوة. وبعدين هنجيب كيس الحريري اللي احنا عارفينه ده، الحجم اللارج، وهنحط فيه الوراك بتاعتنا كده زي ما احنا شايفين كلها. وبعدين هننزل عليهم بقى بالرز بتاعنا مغسول ومتصفي، اي رز عندك بلدي بسمتي المتاح، ونبدأ نبهر ملح، كركم، ورق لوري، قرفة، بهارات بقى الكبسة، ودول حبهان وكبيب بسيني وقرنفل هنحطهم برضو عليهم، وده لومي، وهنقلبهم كده مع بعض. وبعدين هنكون مجهزين مية مغلية، وهننزل عليهم بالمية المغلية، الكوباية الرز عليها كوباية مية مغلية تمام، كل كوباية رز عليها كوباية مية ومعلقتين من الزيت علشان بس يفلفل الرز، وهنقلبهم كده مع بعض جوه الكيس. وبعدين هنربط الكيس بتاعنا بالقفل اللي جاي مع الكيس الحراري، ونخلي فيه هوا كده. المهم بس ان الكيس ما يكونش لامس اي حاجة سخنة في الفرن علشان ما يسيحش، لانه هيتنفخ كمان اكتر من كده تمام. هندخله بقى فرن سخن جدا درجة حرارة 200، هيقعد له ساعة، وبعد الساعة هتلاقوه استوى ما شاء الله حلو جدا. هنبدأ بقى نطلعه واوريه لكم، هتلاقوه في الصينية بتاعت اللي احنا هناكل فيها كده زي ما احنا شايفين كله على بعضه تحفة. الرز مستوي جدا، والفراخ دابت مع الرز، والرز مفلفل يعني مش معجن ولا اي حاجة خالص، بس الفراخ لسه عايزة لها تحميرة، فانا هدخلها الفرن اديها وش علشان عايزاها متحمرة شوية عن كده. اهي الفراخ بعد ما اتحمرت بصوا التحفة، تحفة تحفة، وسهلة جدا جدا جدا، ومن غير ما توسخي اي حاجة تماما. ممكن كمان كلكم تاكلوا مع بعض كده في صينية واحدة، بجد اسهل من كده بقى مفيش، ما اعتقدش. بصوا الفراخ دايبة ازاي، بصوا الدبوس طلع ازاي من الورك بكل سهولة، دايب مش مستحمل. بجد وصفة تحفة سهلة جدا، ممكن تاكلوا بقى معاها الدقوس، وممكن تاكلوا معاها تومية، احنا بنحب معاها التومية الوجبة دي. والرز مفلفل، بس الرز البسمتي البني الغامق ده بصراحة ما عجبنيش، اتكسر في التسوية. وبس كده خلاص، وباي باي.